عزيزي المشاهد، تخيل معايا كده انك في يوم رحت السينما عشان تتفرج على فيلم. شفت الفيلم وعجبك بشكل مش طبيعي، ودخلت تديله اعلى التقييمات على مواقع بقى زي ليتر بوكس واي ام دي بي، ورحت قلت لكل اصحابك عليه، وخلاص انت بقيت بص بيج فان للفيلم ده. والفيلم نفسه ينجح نجاح مش طبيعي ويجيب ايرادات عالية وفلوس كتير، وفي يوم وانت بتقلب على النت كده بتلاقي خبر ان الفيلم ده هيعملوا منه جزء تاني. فانت تفرح والفانز طايرين من الفرحة، وانت قاعد مستني الفيلم لمدة سنين بفارغ الصبر، وينزل الجزء التاني يا باشا، وتروح انت السينما عشان تشوفه منشكح ومبسوط، وتخش الفيلم وتشوف الفيلم ويخلص الفيلم وانت في حالة صدمة من القرف والقذارة اللي انت شفتها. حاجة حرفيا مؤذية للعين، ليفل باتمان اند روبن وجوز ذا ريفنج وعمر وسلمى 2، وأجزاء مقرفة لأفلام ناجحة تانية كتير. بس ازاي حاجة زي كده تحصل؟ يعني ازاي ممكن نفس شركة الإنتاج تنتج فيلم أيقوني أسطوري تاريخي فولاذي، والجزء التاني يبقى حاجة يعني ما يعلم بيها إلا ربنا؟ الموضوع ده بقى يحصل كتير قوي دلوقتي، يعني عشان حوالي 80% من الأفلام اللي بتنزل في السينمات هي عبارة عن أجزاء تانية من فرانشايزز كبيرة، زي مثلا عالم مارفل السينمائي أو ستار وورز أو أفلام دي سي، يا إما بتكون أفلام مبنية على روايات أو مقتبسة من كتب، زي مثلا فيلم أوبنهايمر اللي كان مقتبس من كتاب أمريكان بريميسيوس، أو فيلم وان باتل أفتر أنذر اللي مقتبس من رواية فينلاند، أو بقى أفلام ريميك لأفلام قديمة ناجحة ومحبوبة، زي مثلا الحاجات اللي بتعملها ديزني مؤخرا يعني آخر كام سنة، أو موضوع حلقتنا النهاردة أجزاء كتير وحشة لأفلام ناجحة. لو هنلخص إجابة السؤال ده بكل بساطة وسبب الأزمة دي، هنقول الجشع وعدم التخطيط. شركات إنتاج الأفلام شايفانا كلنا عبارة عن 200 جنيه متحركة، وكل هدفهم إنهم يلموا فلوس على قفا الناس اللي داخلين يخشوا فيلمنا، وإحنا بنقدم لهم في الآخر منتج أقل ما يقال عليه إنه عبيط. فبكل بساطة بيستغلوا إنهم عملوا فيلم حلو، والفيلم ده نجح جدا 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 وجاب فلوس كتير، فبيعملوا جزء تاني منه، مش عشان هم عندهم قصة حلوة يحكوها أو إن فعلا عندهم تكمل حقيقية لقصة الجزء الأول. لا 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 لا، احنا نعملها سبوبة بنسبة 100%، عشان كده كده احنا ضامنين ان الناس هتخش الفيلم عشان هم بيحبوا الجزء الأول. فمن الآخر كده الكاش مضمون يا معلم. من أمثلة على الموضوع اللي بنتكلم فيه ده، وهو فيلم الجوكر الجزء التاني. يعني ليه بجد يا ورنر براذرز مستخسرين انكم تعملوا فيلم حلو؟ او مش لازم حتى تعملوا فيلم حلو يا جماعة، سيبوا اصلا الاولاني في حاله. انا مش فاهم كانت فايدتها ايه يعني هي بجد صعب عليكم يعني ان انتوا خلاص تسيبوا فيلم في حاله؟ ما هو باين قوي ان الجزء ده معمول سبوبة على قفا الفيلم الاول. الفيلم الأول كان فيلم أيقوني، كان فيلم جامد، بس التاني يعني أنا مش فاهم إيه الشيء ده بصراحة. يعني شوفوا مثلا سلسلة أفلام دون، يعني واضح جدا إن هم قبل ما يبدأوا يعملوا السلسلة دي أصلا كان في نية وتخطيط إن يبقى في سلسلة متقسمة على كذا جزء، لأن بالرغم من الجزء الأول ما جابش إيرادات عالية قوي بالمناسبة، بس شركة الإنتاج قررت تكمل السلسلة ويأمنوا برؤية ديني فيلينوف، وده أدى إن هم يعملوا جزء تاني أقل ما يقال عليه فيلم أسطوري. بس اللي يجننك إيه بقى؟ إن فيلم جوكر اللي هو الجزء التاني وفيلم دون الجزء التاني الاتنين لنفس شركة الإنتاج اللي هي وورنر براذرز. يعني انا مش فاهم، يعني يا ورنر يا براذرز انتوا فيكوا الخير ولا فيكوا الشر من الاخر؟ يعني حد يقول لنا. من الامثله برضو المشهوره قوي في الموضوع اللي بنتكلم عليه ده فيلم سبيد. فيلم سبيد الاول ده كان حاجه مش طبيعيه، فكره مجنونه، والفيلم وقتها كان من بطوله كيانو ريفز وساندرا بولوك، وكان حاجه
أسطورية بكل معنى الكلمة، ومن أكتر أفلام الأكشن أيقونية في تاريخ السينما. تعرف بقى معلومة إن في أصلا جزء تاني للفيلم سبيد؟ والله زي ما بقولك كده، في جزء تاني لفيلم سبيد، ومعمول في سفينة بدل الأتوبيس اللي كان في الجزء الأول. اللي هو يعني قال إيه مثلا بنجدد وقف بقى أفكار جديدة ومش عارف إيه. حتى كيانو ريفز اللي هو كان بطل الجزء الأول مش في الفيلم أصلا بتاع الجزء التاني، قال لهم يعني من الآخر لا لا لا، يعني أنا بره عني العبط اللي انتوا ناويين تعملوه ده، وأنا يعني فاهم مش ناوي أشارك في الهبل ده بصراحة يعني. الله عليك يا عمنا كيانو ريفز. بس السؤال يا اسطى، يعني ايه بقى الأجزاء التانية والتالتة والرابعة بتاعت أفلام ذا ماتريكس اللي انت شاركت فيها دي؟ ومعيش يعني أنا عندي سؤال، يعني ليه دلوقتي بعد ما عملنا جزء تاني وتالت والأفلام دي طلعت يعني من متوسطة لوحشة وما كانتش ناجحة ولا تقرب حتى من نجاح وأسطورية الجزء الأول، ليه لازم بقى يعني خلاص احنا عملنا الفيلمين اللي هم بتوع ذا ماتريكس لود وذا ماتريكس ريفولوشنز وخلاص بقى نسيبهم في حالهم ونسيب السلسلة دي وخلاص نقفل عليها ونكمل حياتنا؟ بس لأ، ليه بقى لازم بعديها ب 18 سنة في 2021 نعمل جزء رابع؟ يعني معلش، يعني انتوا مستنيين ايه غير ان الفيلم ده يفشل ويطلع وحش؟ ما برضو ما الجزء التاني والتالت كانوا فاشلين، يعني الرابع هو اللي هينجح؟ انا بصراحة مش فاهم يعني شركات الانتاج دي بتفكر ازاي بأمانة. بس السؤال هنا بقى، هل الجشع وعدم التخطيط هما السببين الوحيدين لفشل معظم الأجزاء التانية؟ الإجابة لأ. في علم النفس في حاجة اسمها Law of Dimensioning Returns in Creativity، أو قانون التناقص في العائد الإبداعي. وده بكل بساطة مفهوم بيقولك إن كل مرة تحاول تعيد إنتاج نفس الفكرة أو نفس التجربة بيكون العائد الإبداعي أقل، لأنك بالفعل استنفذت كل الشغف والإلهام الأصلي اللي خلاك تنتج العمل الأول. بمعنى أكتر إن الجزء الأول الكاتب والمخرج بيحطوا كل طاقتهم ومشاعرهم لمدة شهور أو يمكن سنين في القصة وشخصيات معينة، فلما تيجي تقوله اكتب نفس القصة بشكل تاني أو اعمل تكملة ليها، بيكون صعب جدا إنهم يعيدوا نفس عملية الإبداع اللي عملوها أول مرة. برضو إحدى الأسباب ممكن يكون حاجة اسمها first work effect أو تأثير العمل الأول، بمعنى إن مخنا بيخلق نوع من الارتباط العاطفي بالعمل الأول. أول تجربة بنعيشها بتكون معظم الوقت الأقوى تأثيريا علينا، سواء للمبدعين اللي عملوا الفيلم أو للجماهير. فحتى لو الجزء التاني طلع فيلم حلو، الناس دايما هتلاقيها بتقارن الجزء التاني بالجزء الأول، والمعظم دايما هيكون بيفضل الجزء الأول، كون ان الجزء الاول ده هو اللي دخلك جوه العالم ده بتاع الفيلم وهو اللي حببك فيه. بس الموضوع ده مش بينطبق على الحالات كلها، بمعنى ان في افلام فعلا عملوا جزء اول منها وكان ناجح جدا جدا جدا، وعملوا جزء تاني بناء على نجاح الجزء الاول، يعني ما كانوش مخططين وقتها للجزء التاني ده اطلاقا وهم بيعملوا الجزء الاول، وحصل ان الجزء التاني ده يبقى فيلم جامد. مش بس حتى فيلم جامد قوي، لا، ان هو كمان يتفوق على الفيلم الاول. عندنا مثلا مثال ترمينيتور 2 Judgment Day، وده انا شخصيا بشوفه واحد من افضل افلام الاكشن اللي اتعملت، لو ما كانش ممكن اشوفه حتى ان هو افضل فيلم اكشن اتعمل في تاريخ السينما كلها، والكل يتفق انه افضل من الجزء الاول. ويعني ده كان فيديو النهاردة. انا عملت الفيديو ده بصراحة عشان الموضوع ده حسيته بقى منتشر قوي، ان في اجزاء تانية كتير فقط مبنية على نجاح الاجزاء الاولى، وبنسبة تفوق 95% الاجزاء التانية دي بتطلع اجزاء وحشة وبتطلع مجرد سبوبة عاملينها عشان مجرد ان هم يلموا فلوس على قفا الناس. شكرا جدا 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 لو كملت الفيديو لحد هنا، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي تحت في التعليقات
ايه اللي انت حابب تسمعني بتكلم فيه تاني عن مواضيع خاصة بالافلام والمسلسلات. شكرا جدا على وقتكم و see you soon.